جماعه الناس اللي زعلانه من منتخب مصر ومستغربه ان منتخب مصر خسر من اوزبكستان 2-0. جماعه على فكره هو منتخب اوزبكستان اولا النهارده فول تيم، وعلى فكره هو منتخب صعب وصعب جدا في اسيا. يعني ما تفكرش ان منتخب اوزبكستان ده انت كنت بتلعب منتخب سهل يعني. ده مبدئيا. ثانيا الناس اللي هتطلع تهبد على الكابتن حسام وان الكابتن حسام وطريقتك وتشكيلك جماعه الراجل من حقه يجرب. هو الراجل خلاص لعب تصفيات كاس العالم وتاهل، لعب تصفيات افريقيا وتاهل ومستني البطوله في شهر 12. الراجل بيجرب لعيبه جديده، في لعيبه اجتهدت من حقه ان هو يدخلهم ومن حقه ان هم ياخدوا ان شاء الله لو ماتش ودي. لان يا جماعه خلينا نكون صراحه وصادقين مع بعض، ثلاث ارباع اللعيبه اللي موجوده مع الكابتن حسام حسن دلوقتي مش هتروح منتخب مصر في بطوله الامم. عشان ما نضحكش على بعض. يعني الناس اللي هتروح منتخب مصر في بطوله الامم لو هم جاهزين ومفيش اصابات معروفين، والناس والتشكيل معروف، والناس اللي هتلعب اساسيه معروفين، والطريقه كمان بتاعت منتخب مصر في بطوله افريقيا معروفه. يعني لك ان تتخيل ان الحارس اللي وقف 90 دقيقه النهارده بنسبه كبيره مش راح بطوله افريقيا. الناس اللي بتلعب في نص الملعب، يعني انا بشوف ان مروان عطيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد وزيزو، هي دي، ومعاهم حمدي وهاني طبعا، هي دي الناس اللي هتروح كاس العالم. لا طاهر هيروح ولا بقيه الناس دي هتروح. فخلينا نكون واقعيين، هو الراجل بيجرب، لو ما جربش نلومه. هو بيجرب، ولو ما جربش احنا نلومه. لان في لعيبه اجتهدت مع انديتها زي مروان بتاع سيراميكا، اللي انا بشوف برضو من ضمن الريسك النهارده في التجربه، ريسك كبير جدا ان انت تبتدي بلعيب زي مروان اول مباراه دوليه ليه ان هو ينزل يلعب اساسي. شفنا الخطا بتاعه في الهدف طبعا. تيشيرت منتخب مصر يا جماعه مش سهل حتى لو ماتش ودي. صعب جدا انك تجيب لعيب من الدار للنار تجيبه على طول كده تضمه منتخب مصر وتلعبه اساسي. فانا واحد من الناس بشوف ان الراجل من حقه يجرب. الراجل بيعمل تجربة، بيشوف اللعيبة، بيشوف كذا لعيب في كذا مركز. النهارده شفنا فتوح في مركز الجناح لما نزل في الشوط الثاني، يعني كان من افضل اللعيبه. وعوده حميده الفتوح، على فكره انا بشوف فتوح مستواه ما شاء الله بيرجع من يعني من كل مع كل مباراه مستواه بيزداد وبيزداد ثقته في نفسه بترجع من اول وجديد. انا بشوف يا جماعه والله ان منتخب مصر الراجل من حقه يجرب، وهو الراجل المدرب، وهو اللي لما يخسر هيشيل وهيمشي، وهو اللي لما يكسب هنشيله فوق الراس وهنقوله انت ساهمت في انتصار منتخب مصر. فانا بشوف ان الناس اللي هتطلع تهبد والناس اللي بتطلع تهري وبتتكلم في طريقه وفي تشكيله، يا جماعه الراجل بيجرب، وكلنا عارفين ان اللعيبه دي ما هيش رايحه مع منتخب بطوله افريقيا، وكلنا عارفين مين اللي هيروح بطوله افريقيا، وكلنا عارفين السكواد بتاع اللعيبه اللي راح بطوله افريقيا. فخلينا يعني ما نكونش، ما نصدرش الموضوع للاعلام والسوشيال ميديا ان احنا يعني خلاص منتخب مصر ضايع والكلام ده.